السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واش راهي صحتكم؟ ان شاء الله يلقاكم الفيديو هذا في احسن الاحوال. نرحب بكل مشتركاتي الاعزاء، نقول لهم مرحبا بكم. نرحب بمشتركاتي الاعزاء جدد ونقول لهم شكرا على التفاعل، شكرا ومرحبا بكم، وان شاء الله تستفادوا من القناه ولو بالقليل. هنا البنات راح نجيب لكم، سمحوا لي على اولا قبل كل شيء سمحوا لي على يعني الايامات هذه ما حطيت لكمش فيديوهات. والله العظيم البنات كان يعني ظروف خارج على نطاقي، وفي نفس الوقت يعني راح نصارحكم قد يعني البنات ما كانش تفاعل ياسر على هذيك القناه تاعي، مانيش قادره يعني باش نستمر فيها اكثر ونزيد نحط. كي نشوف نسبه المشاهدات قليله راح يجيني احباط فيها، يعني رغم اني نتعب فيها. والبنات نشكرهم ياسر ياسر، كاينين بنات نقول لهم بارك الله فيكم على التعليقات الحلوه كيما نتوما، وبارك الله فيكم اللي راكم تشجعوا فيا ويعني تعطوني الطاقه الايجابيه باش نزيد نقدم للقدام. اليوم كما تشوفوا البنات جبت لكم هذا الفيديو، راح نعطيكم طريقه كيفاه تخدموا البساط تاع الصوف. شوفوا هنا الصوف تاعنا يعني لاهي ما نشوفها لا والو، يعني صوف عاديه. درت شكاره كيما هذه راح تخدم لي زوز بساطات. اول حاجه واش عندنا هنا؟ عندنا زوز مترات تاع جرزي نديروهم من تحت، نلصقوهم في الاطار بالابره والخيط، نحكموهم كامل. تبعوني البنات من الفيديو من الاول للاخير وان شاء الله تشوفوا النتيجه، وتبعوا كي تجوا تخدموه، يعني تبعوا نفس هذه التفاصيل اللي راني حطيتها لكم في الفيديو، وان شاء الله راح تخرجوا بالنتيجه كما حابينها نتوما، وخير وخير. يعني كل وحده اللي مازالت ما بداتش الخدمه تاعها نقول لها يا نوضي، عندك 8 متر 4 مترات جرزي وانتي خادمه بساط، عندك نص شكاره تاع صوف ولا لاواط، تشري 4 كيلو لاواط يخدموا لك بساط، ولا الا بغيتي ديري الصوف ديري نص شكاره تاع قنطار كيما هذه. يعني انا ما نقدرش نكيل لكم بالكيلو، هي جويه واحد 4 كيلو 5 كيلو بين هكا يديروا لك زوز بساطات ولا بساط وشوي. والله ما تخلونيش يعني نكذب عليكم سوا في الكيلوات، انا نكير بالشكاره كيما نعت لكم. انت اللي عندكم الصوف كيلو بالشكاره كيما انا، وان شاء الله حتجيبوا النتيجه مليحه. يعني ما نقدرش نعطي لخواتاتي حاجه مانيش متاكده منها، خاطرش انا ما نقيسش بالكيلو، نقيس بالشكاره هذه اللي نعتها لكم. هنا كما تجيو تشوفوا راني فرشت، قسمت شريت 4 مترات قسمتهم على 2 مترات نديروهم لتحت، وزوز يعني 2 مترات لفوق. هذوما المبتدئات ما تلقوش احسن من الجرزي هذا. يعني الجرزي يعني رخيص، المتر تاعو راهي ب 8000، راح 32000 راح تخدم لك بساط كيما حباتو انتي. شوفوا هنا البنات كيفاه نديروا، نخلوا واحد 5 سنتيمتر ونديروا نلصقوا الاطار تاعنا الجرزي، نلصقوه في الاطار تاعنا. تبعوني البنات للاخير. اللي مازالت ما اشتركتش تفعل تشترك، يعني كما مكتوبه لي زابوني، دير ابوني وتفعل الجرس باش يلحقها جديد. شوفوا البنات هنا كيفاه راني لصقته في الاطار، زيروه مليح، ربطوه مليح باش ما يتحركش ليكم، باش ما يجيكمش مكمش. من بعد جيو الصوف تاعكم هنا وحطوها. يعني الفيديو راني كيما قلتوا لي البنات احاول اني نجاوب على الاسئله تاع البنات كامل في التعليقات، راني دائما نحب نخلي لكم التعليقات تاعي يعني باش نجاوبكم على الاسئله، ونزيد ان شاء الله كيما قلت لكم كل ما ندير فيديو راح نحط لكم التعليقات باش تشوفوا تتحفزوا اكثر واكثر وتزيدوا ديروها. شوفوا البنات كيفاه فرشت الصوف تاعي على الجرزي هذاك كامل على الاطار. شوفوا البنات راني علمتكم الطريقه. شوفوا واش بقى ليا من اللاواط هنا. واش نزيدوا نديروا الجزء الفوقاني هذا تاع الجرزي 2 مترات الفوقه نفس الشيء، راح نزيدوا نخيطوها نلصقوها فوق الاخرى، يعني فوق بعضها باش من بعد تعطينا نتيجه قد. نزيدوا نزيروها مليح بالخيط، يعني في الثقوب هذيك، ولا اللي عندها اللوحات دايره ليهم الكتانه. هنا تشوفوا البنات كيف فض ليا الخيط كيفاه ندير لكم. نحكموا الخيط اللي فض، نزيدوا نحكموا الخيط اللي عقدنا اللي عمرنا به الابره ونعقدوه مع بعضهم، بس باش من بعد ما تحلناش الخياطه تاعنا وما يتحلش الخيط وتترخف لكم الخدمه، وخاصه في البساط تاع الصوف. اذا ترخفت الخدمه راح يجيكم البساط تاعكم يكمش ويجيش مليح. هذه أنا معلومه يعني حطوها في بالكم مليح.
هنا نزيدو نكملو نخيطو يعني في الثقبات، نفس الثقبات اللي دخلنا فيهم الجرزي الاول، نزيدو ندخلو الخيط هذا ونزيرو الخدمه تاعنا مليح مليح. درك تشوفوا النتيجه. البنات اذا عجبتكم القناه بارطاجوها مع صحاباتكم مع احباباتكم باش تعم الفائده ونوصلوا لاكبر عدد ممكن من المشاهدات ومن المشتركين. هنا تشوفوا البنات بعد ما زيرنا الخدمه تاعنا كامل، هنا نجيو للرسمه يعني الرشمه. ديروا شوفوا البنات، كاين بنات قالوا لي يعني قداه القسط على الرشمه. شوفي ديري الرشمه كيما تحبيها انت، تحبيها كبيره المقروضه، تحبيها صغيره، تحبيها متوسطه، كيما تحبيها انت. هنا ابداو ارسموا الاطار هو الاول باش من بعد تعرفوا كيف تحطوا الرسمه تاعكم الوسطانيه. اول حاجه ارسمي الاطار كامل، ارسميه على 2 مرات كما تشوفوا في الصوره، ومن بعد هنا نجيو نرسموا الوسط تاعنا، نجيو نرسموا الرشمه اللي راح نديروها. اي رشمه عجبتكم نتوما ولا ديروا مقروضات كيما انا هكا، يعني اي رشمه لازم، بصح لازم البنات حاجه واحده انها تعود شارجي، يعني النقله تاعكم تعود شارجي باش خطاكش بساط تاع صوف هذا، وماشي بساط تاع ايبونج تخدمي بلاصه وبلاصه لا. هنا تشوفوا كيفاه راني بديت نعت لكم في النفده كيفاه ديروها. نفده عادي كيما مالفين، ديروا واحد 3 ولا 4 مليمتر بين النفده والنفده باش تجيكم النفده قريبه لبعضها وتجي الخدمه تاعكم مليح. شوفوا البنات اجبدوا مليح، زيروا قد ما تزيروا خدمتكم قد ما تجي مليح. هنا تشوفوا البنات راني نعت لكم طريقه يعني ببساطه، حتى ولو جاكم الفيديو طويل بصح تبعوه البنات. ماشي كاينين بنات يعني يتفرجوا لي نص الفيديو، من بعد السؤال نكون يعني ديجاني خدمته لكم في الفيديو، تكون يعني درت لكم الطريقه، ومن بعد نزيد نلقى الاسئله عليه كيفاه وكيفاه. هذا البنات هاني نعطيكم كامل التفاصيل، اني نحاول دائما غير نلقى سؤال راهو يقعد يعني نقعد يعني حاكماته باش نزيد نجاوب خواتاتي عليه، يعني حتى ولو في الفيديو يعني في فيديو اخر. هاو البنات كيفاه امشوا بالعقل بركه. الخدمه تاعكم لازم، الخدمه خاصه تاع البساط لازم يكون فيها تركيز وفيها الرسمه مليحه وفيها طولة البال، خاطرش البنات راهي فيها تعب شويه. لازم تركزي في الخدمه تاعك كي ترسمي الرسمه تاعك مليحه وترسمي الاطار تاعك مليح حتى خدمتك تجي مليح. خاصه البساط تاع السفره وفيه شويه تعب كيما هذا، ما فيه لا ايبونج لا فيه زاوره لا فيه حتى حاجه، فيه غير الصف وحده. يعني الصف وحده شويه راح يغبنك في الخدمه تاعو، راح يجيك شويه شغل بومبي ياسر. بصح يعني البنات روحوا برك وحده وحده. اللي مازالت كاين خايفه، كاينين بنات يقولوا لي انت اللي شجعتينا، ان شاء الله نزيد الفيديو هذا نشجعكم فيه. هيا نوضوا البنات، ديري 32000، اجبدي شويه صوف، لا عندك صوف مخبيه اجبدي حطيها واخدمي بساط، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تخدميه بالطريقه دي، وتخلي لي تعليق وتقولي لي صايي راني ام ساجد راني خدمته وراني وراني كملته وراه جاو كيما حبات. وانا ان شاء الله البنات نحفز البنات المبتدئات كامل ينوضوا لي خايفه من المشروع هذا. ان شاء الله ديريه مشروع، وان شاء الله تخدمي به لدارك، تخدمي به جازك، تخدمي به يعني مشروع تدخلي منه مصروف يعني مليح لوليداتك. شوفوا البنات هاي الطريقه، ما حبيتش نسر عليكم الفيديو باش تشوفوا الخدمه اول باول. ان شاء الله البنات الايامات الجايه راح ندير لكم لايف وندير لكم يعني تعطوني اسئله وانا نجاوبكم مع كامل اسئلتكم في اللايف، راح نديروه ونخدم مع بعضنا نخدموا بساط. شوفوا البنات كيما بديت الرسمه تاعنا بدات تبان وراح تجي يعني بالصوف راح تجي بومبي، ماشي كيما لي بونج يعني راح يجيك بومبي، بصح ماشي بومبي ياسر كيما تاع الصوف. هاي ليكم البنات، امشوا بشويه بركه، ما تتسرعوش في الخدمه تاعكم، حاولوا تقربوا النفده لبعضها. هاي البنات الابره لازم، ودائما حاجه اخرى البنات لازم تزيروا الخيط تاعكم، قد ما تزيروا الخدمه تاعكم قد ما يجي البساط تاعكم مليح ويجي مدحور. هنا نعت لكم البنات كيف يفضل لكم الخيط واش ديروا. بقات لينا هذيك الطرف تاع الخيط نجيبوا نعمروا الابره تاعنا ونقصوا الخيط يعني اللي باغيين نخيطوا به حنا، ونجيو نعقدوه كيما نعت لكم في الاطار. اعقدي مره زوز ثلاثه ومن بعد قصي هاك الزايد اللي بقى كله قصيه باش تجيكم الخدمه تاعكم مليحه والبساط تاعكم ما يتحلش، يعني في اول غسله يتحل لكم البساط. شوف اعقدوا العقده الاولى، العقده الثانيه
وزيدوا زيروا مليح، زيروا حتى توصلي للخدمه تاعك. قد توصلي الخدمه تاعك زيدي اعقديه عقده اخرى وقصي بالمقص هذاك الخيط الزايد اللي رانا درناه. ها نحو الخيط هذا الزايد واخدموا عادي خلاه. دخلوا الابره تاعكم في نفس يعني وين كانت العقده هذيك باش تدخليها لداخل، باش تجي يعني الخدمه تاعك تجي مفينيه وما تتحلش الخدمه تاعك يعني في اول غسله، ولا كي يعني تقعدي فوق منه ولا يقعدوا ترقدوا فوق منه ما تتحلش النفده تاعكم، تقعد النفده تاعكم اي لداخل ما تبانش وتمشي عادي. ها البنات اللي مبتدئات اللي ما يعرفوش كيف يفضل لهم الخيط كيفاه يديروا له من بعد خلاه كي تكملي خلاه شوفي اعقدي مرتين ثلاثه ومن بعد فوتي الخيط مليح خلاه بعيد يعني على بلاصه الرشمه وقصيه. ان شاء الله البنات تكونوا فاهمين الدرس تاعي تاع اليوم، وان شاء الله تكونوا يعني راني شرحت لكم بالشيء اللي نقدر عليه البنات باش تستفادوا منه. ونشكر البنات ياسر 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 اللي خلوا لي في تعليقاتهم الحلوه، رغم اني ما كانش نسبه المشاهده ياسر. حاولوا البنات انكم تبارطاجيوا القناه في الجروبات في المجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده وباش تكبر لنا القناه. راح البنات ان شاء الله نوعدكم قد ما نشوف القناه تاعي يعني طلعت راح نوعدكم راح نجيب لكم جديد لخير خير خير من هذا. ان شاء الله البنات تكونوا نكون خفيفه ظريفه عليكم، ونكون راني نفهم فيكم مليح، ونكون راني نعطيكم في المعلومه يعني نعطيك المعلومه كامله يعني مانيش قاعده نقص منها والو. شوفوا البنات اني قادره نسرع عليكم في الفيديو ونعطيكم الفيديو في 8 دقائق ولا 7 دقائق ونعطيكم المعلومه ناقصه. بس انا حبيت نخدموا شغل راكم معايا في الدار يعني خطوه بخطوه نفده بنفده حتى نكملوا الموديل تاعنا كامل. وليامات الجايه ان شاء الله راح نزيد نعطيكم موديل اخر سامبل وثاني حتى هو مليح، خاصه البنات اللي حابين يخدموا المشروع هذا تاع البساطات وما يعرفوش الطريقه يعني باش يبدوا بالبساطات السامبل. بربي ان شاء الله حنمد لخواتاتي ونمد لبناتي الدرس يعني سهل سهل سهل. كل مره نحاول نجيب لكم درس سهل وتكونوا تخدموا به، وان شاء الله نكون يعني وصلت لكم الرساله كامله. هنا البنات نزيدوا نجيو نديروا المثلث يعني الدخلان اللي في وسط المثلث الكبير. تحبوا البنات ديروا نقطه برك تحبوا تكملوا المثلث هنا قد ما تزيدي ديري مثلث اخر يجيك مليح خير. هذه يعني الرسمه ترجع لكم انتوما واش حابين انتوما، حابين نديروا وردات حابين نديروا مقروضات كيما ندير انا هكا، كل وحده واش حابه دير. هنا نعقدوا العقده تاعنا الاولى. شوفوا البنات عقدوها مليح وديروها شوي صغيره. هاي المعلومات كامل البنات نعطيه لكم في التفاصيل في الفيديو هذا كامل. اجبدوا هكا شوفوا شوفوا حتى تدخل لكم في الوسط، ما تخلوش هكا العقده تقعد لكم الفوق وتفسد لكم خدمتكم. كي تدخل لكم العقده تاعكم في نص القماش هنا تدخل بين الصوف والقماش يعني بين القماش والقماش تدخل في الوسط. اجبدوا شوفوا البنات تجبدوا عادي خلا ديروا واحد 5 ملم ولا 6 ملم واخدموا. شوفوا البنات زيدوا زيروا مليح، قد ما تزيروا قد ما تجيكم الخدمه تاعكم يجيكم البساط تاعكم بومبي. هنا كما تشوفوا قد ما تزيروا الخدمه تاعكم قد ما تجيكم الخدمه بومبي ما تجيكمش هابطه. حاولوا البنات تزيروا مليح الخدمه، حاولوا تزيروا الخيط، اجبدوا على قد ما تقدروا، ما تخافوش من الخيط. قلتلكش الخيط راه صحيح دائما نخدم الخيط صحيح. الخيط ديروه على فرد ما تثنوهش على زوز باش تجي الخدمه تاعكم مليحه. يعني راهو الخيط صحيح تاع الكوطون اللي يغرزوا به المطارح راني نعطيه لكم في قداه من فيديو اللي سبقوا. وان شاء الله البنات نكون وضحت لكم يعني المعلومات كامله، عطيتكم المعلومات كامله. واللي مازالت ما فهمتش حاجه تخليها لي في التعليقات راح نجاوب اخواتاتي نجاوب بناتي عليهم كاملين. ان شاء الله البنات نكون خفيفه ظريفه عليكم، نكون وصلت لكم المعلومه كامله ما نقصتش منها حتى حاجه. وان شاء الله تكون يعني الدرس تاع اليوم راهو مفيد لكم وخاصه المبتدئات اللي راهي عندهم اسئله ياسر تدور في راسهم وما قدروش يجاوبوا عليها. هاني جاوبتكم عليها، واللي ما زالت يعني اي سؤال عندها وما فهمتوش تخليه لي في التعليقات.
وان شاء الله نجاوبها في اقرب وقت. سامحوا لي البنات اذا طولت عليكم شويه في التعليقات. الايامات هذوما كلها الكونيكسيون ما كانش. شوفوا هنا البنات كيفاه ضربتني الابره، يعني حذري على رواحكم كي تقعدوا تدخلوا في الابره. ضربتني يعني والله العظيم حتى نجرى من صبعي الدم. ان شاء الله البنات تكون فتكم اليوم. هاوليكم البساط تاعها كيفاه المقروضه جات، شوفوا كيفاه جات مزيره، شوفوا كيفاه جات محبوكه، شوفوا كيفاه تجي هنا. يعني البنات راهو تصوير يعني ما عطاهش حقه باش نعت لكم كامل. شوفوا البنات الخدمه تاعي، شوفوا هنا الحاشيه، شوفوا هنا الصف كيفاه يبقى. هذا من بعد البنات، من بعد كي نكملوا البساط خلا راح نخيطوا الحاشيه يعني عادي. شوفوا هنا بعد ما كملتوا ما تقولوش يعني البساط هذا وجه هكا بومبي. من بعد تحبوا تزيدوا ديروا حتى في الوسط كيما راكم تشوفوا مقروضات اخرين ديروا. انا حبيت نخليهم كيما هكا باش ما يجي يعني بومبي شوي في الوسط ويجي منه ومنه كيما راكم تشوفوا. هنا الحاشيه شوفوا البنات كيفاه الصوف. هنا نزيدوا نحكموا بالصوف نعمروها. نهزوا طرف تاع الصوف. شتوني بقات لي اكثر شوي من نص. هذاك الطرف هذاك اللي اكثر شوي من نص راح نعمروا به الحاشيه كيما راكم تشوفوا. هاي الحاشيه كيف تخيطوها طريقه سهله بسيطه. خيطوا شويه وعمروا بالصوف وامشوا، عمروا بالصوف وامشوا حتى تدوروا عليها ساير داي. بالنسبه للحواشي البنات اللي قالت جاوني، كاينه واحد الاخت قالت لي جاوني الحواشي فارغين، يعني جاوني دايرين القنوطه هكا. نقول لك قصي بالمقص، ديري شغل في الحاشيه، ديري نصف دائره. كي ديري نصف دائره كي تعمرها حتجيك مريقله قد. هنا البنات تكون وصلت لنهايه الفيديو. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومات كامله. وكما قلت لكم في الفيديو، اللي مازالت ما كمله، اللي مازالت عندها اسئله تدور في خاطرها تخليها لي في التعليقات، راح نجاوب خواتاتي كامل على الاسئله اللي حابينها هما. شوفوا البنات اني نحاول. شوفوا كيف تعمروا الصوف. شوف هاوليكم كيف تعمروا الصوف هكا بالطرف. اخدمي وعمري الصوف، اخدمي وعمري باش تجيك الحاشيه معمره ما تجيكش فارغه. حابه ديرها باللاواط ديروا حتى باللاواط. البنات اللي ما عندهاش الصوف تحاول انها تشري 4 كيلو لاواط يديروا لها بساط. خطاكش لاواطه وخفيف بصح. بالنسبه للصوف كما قلت لكم في بدايه الفيديو راني ما عم باليش قداه يهز يعني كيلو. انا نكيل بالشكاره ونخدم يعني شكاره معمره مليح تاع بوقنطار دير لك 2 بساطات. هنا البنات شوفوا كيفاه راني نخيط في الحاشيه. نحاول اني نعطيكم المعلومات كامله. ان شاء الله يكون الفيديو هذا استفدتوا منه. وبنات ما تنسونيش من جام، كثروا لي جام، كثروني من البارطاج البنات باش تكبر القناه تاعنا وتعم الفائده وتوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين. هنا تشوفوا البنات كيفاه ندخل في الصوف على الحاشيه باش ما تبانش كي نعودوا نخيطوا فيها. راح ان شاء الله نكملوا معاكم البنات ونعت لكم النتيجه كما راهم. شوفوا البنات كيفاه راني خدماتو على الحاشيه. شوفوا البنات قد ما تحكموا الصوف شويه يعني الحاشيه راهي تغبنكم في الخدمه. حاولوا انكم تطولوا بالكم معاها وتخدموها يعني بشويه بركه حتى تكملوها. راح نعت لكم النتيجه كيفاه جا بعد ما خيطنا له الحاشيه كامله. هاوليكم البنات تبعوا باش يجيو حتى الحاشيه، يعني كي تخدموا الحاشيه مليح حتى البساط تاعكم يجي مليح، ما يجيش يعني الحواشي تاعو واحده زايده واحده ناقصه تجيكم الحاشيه تاعكم يعني الخدمه تاعكم البساط كامل مش راح يجي مليح. كي تعود الحاشيه مليحه والخدمه متقونه راح كي ترضي انتيا روحك في الحاجه هذه راح ان شاء الله يرضوا عليك الزبائن تاعك. هاوليكم البنات بعد ما كملتوا هاول سرعت لكم شوف الفيديو باش ما يجيكمش طويل تشوفوا النتيجه تاعو. هاوليكم صورته لكم كامل من جهه الطول جهه العرض. يعني البنات انا درت هنا 2 مترات راح ينقصوا ويوليو 1 المتر و80 سنتيم. هاوليكم البنات شوفوا الوسط تاعو كيفاه درت ليه نقاط باش يدخل هاك الصوف. تحبوا حتى في الوسط ديروا مقروضات كما قلت لكم. هاو النتيجه جاي هايل يعني والله التصويره ما عطات له حقه قد في الطبيعه احسن واحسن. ان شاء الله البنات تكون فدتكم في الفيديو هذا ونقول لكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. سلام.